ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في القمر ده؟ اكله كده سريعه خفيفه بتتبيله طعمها تحفه جدا. تعالوا كده مع بعض كده نشوف ايه هي التتبيله القمر دي. بجد خلت الفراخ والبطاطس معانا دايبه خالص. يلا بينا نشوف العظمه دي عملناها ازاي. السلام عليكم. حبينا النهارده كده نبتدي معاكم كده بالصلاه على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام بمناسبه الايام المفترجه اللي احنا فيها. يا رب تنعاد علينا كلنا بالف خير يا رب العالمين. بتمنى كده يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسونوش ابدا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا كده ندخل على المكونات معانا كده على طول. معانا كده الشيش ده هنعمل النهارده ورقه بطاطس كده بالفراخ تحفه جدا. بتمنى انها تعجبكم يا رب العالمين، وما تنسونيش ابدا من دعواتكم في الايام المفترجه دي. معانا كده شيش انا منضفاه طبعا ومخلياه زي الفل، ومعانا كده قرن الفلفل هنعمل له تتبيله تحفه جدا، البصل والطماطمايه طبعا، ومعانا كده البصل كويس جدا، ومعانا الثوم البودر والبصل البودر ومرقه الدجاج وبهارات فراخ، ومعانا فلفل والملح طبعا، ومعانا طبعا معلقه بابريكا وهنجيبها دلوقتي، ومعانا الخل والصويا صوص. يلا بينا كده نشوف هنعمل المكونات دي ازاي. بتمنى الوصفه تعجبكم، ما تنسونيش ابدا من دعواتكم. ودلوقتي معانا كده هننزل الفلفل معانا كده، ومعانا البصل. بس اهم حاجه ان احنا لما نيجي ننزل البصل كده لازم نقطعه كده عشان ما يكسرش معانا سكينه الخلاط او الكبه، ايا كان السكينه ايا كان المكنه اللي هنشتغل بيها. ومعانا هنا كده طماطمايه، ولو حابه تضيفي جزرايه تمام جدا مفيش اي مشكله. هننزل كده بالتوابل بتاعتنا اللي هي الملح والفلفل والثوم البودر والبصل البودر، ومعلقه التوابل بتاعه الفراخ ومرقه الدجاج. وهننزل معاهم كده بشويه كده معلقه كده حلوه كده من الخل، علشان احنا هندخلها في الفرن، وعايزين نعمل معاهم كده شويه خضار يبقوا طعمهم طعم جدا معاها من التتبيله الحلوه دي. هننزل كده بمعلقه كمان من الصويا صوص بتودي التتبيله بتاعتنا في حته تانية خالص. يلا بينا نضرب كل الكلام ده ونرجع تاني مع بعض. وهنا كده يا حبايبي خلاص كده نقلنا الفراخ كده معانا، وهننزل عليها كده بالتتبيله القمر دي. هنسيب التتبيله كده تاخد من الشيش بتاعنا كده، ونقلبهم كلهم كده في بعضهم كويس جدا. وهنا كده يا حبايبي بعد ما نقصنا كده شويه من التتبيله كده على الشيش بتاعنا، هنبدا ننزل عليهم كده بجزرايه وشويه كده من المستردة. المستردة بتودي التتبيله بتاعتنا اللي هنعمل بيها الخضار في حته تانية خالص. هنرجع تاني نضرب كل الكلام ده مع بعض كده في الخلاط بتاعنا ونرجع تاني مع بعض. وطبعا يا حبايبي احنا نزلنا كده في القالب بتاعنا كده البطاطس والبسله بتاعتنا اللي احنا مجففينها معاكم، ونزلنا عليهم التتبيله القمر دي. بجد التتبيله بتودي الخضار بتاعنا كده في حته تانية. بتمنى الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم، ما تنسونيش ابدا من دعواتكم، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. هنقلب كل المكونات دي كده مع بعض ونرجع تاني مع بعض. وهنا كده يا حبايبي هننزل كده معاهم كده بفصين كده حلوين كده من الثوم، عشان يدوا للقالب بتاعنا بس نكهه كده وطعم حلو جدا. هننزل كده فصين كده من الثوم، وهننزل معلقه كده صغيره من السمنه او الزبده او الزيت اللي تفضليه عموما، او اللي موجود عند حضرتك تمام جدا. وهنبدا نجيب كده ميه سخنه كده مكان التتبيله بتاعتنا كده، وهننزل على المكونات بتاعتنا كده كلها. وهنا بقى هنبدا ننزل كده، هنساوي كده القالب بتاعنا. طبعا البسله بتاعتنا انا كنت مخزناها في الفريزر، هتنزل بقى كده هتفك معانا كده في الفرن، وهتبقى طعمها طعم جدا. هنبدا ننزل كده بالشيش بتاعنا كده على الفراخ، هنغطي كده كل الخضار بتاعنا. ممكن كده تسيبي كده التتبيله بتاعتنا كده الفراخ بتاعتنا في التتبيله كده زي ما تحبي، وهننزل بواقي التتبيله كده على القالب بتاعنا. وبما ان الورق الفويل غلط جدا ان احنا نغطي بيه مباشره على الاكل كده، فاحنا هنغطيه بورق زبده كده الاول، وهنبدا نجيب الورق بتاعنا كده
هنبدأ نجيب الورق الحراري بتاعنا كده علشان نغطيها كده كلها، عشان لو دخلناها الفرن كده من غير ما نغطيها الفراخ بتاعتنا هتاخد لون على طول من غير ما تستوي. وبكده هناكل اطعم ورقه بطاطس وبسله باذن الله تعجبكم. ويا ريت ما تنسونيش ابدا من لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. هندخلها الفرن بتاعنا ويكون الفرن سخن من الاول ونرجع تاني مع بعض. يا ريت ما تنسونيش باللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معايا للاخر عشان تشوفوا شكل طبقنا ازاي النهارده. دلوقتي يا حبايبي كده بعد ما طلعنا خلاص كده القالب بقى بتاعنا كده بالاكل كده كله استوى معانا، هنبدا نفك كده الحاجات دي كده كلها من عليها. مش قادره اقول لكم بجد ريحتها عامله ازاي. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. بصوا بقى كده شايفين العظمه معانا عامله ازاي. طبعا الفراخ دايبه خالص والبطاطس دايبه خالص معانا. طبعا احنا شايفين اهو البطاطس استوت خالص، البطاطس مستويه خالص كده. هنسيبها بقى كده. وطبعا انا هنا كده مولعه على فحميه كده عشان نديها كمان طعم من الفحم كده، حاجه كده عظمه. بصوا الفراخ كده معايا استوت خالص اهي، دايبه خالص كده، حاجه كده عظمه. دلوقتي احنا بنسخن معانا الفحميه كده وهنحطها فيها ونغطيها ونسيبها حاجه بسيطه خالص ونرجع تاني مع بعض. دلوقتي يا حبايبي كده خلاص انا طلعتها كده. هننزل كده، حطيت كده الفحميه في طبق صغير عندي وهننزل عليها كده بشويه زيت سخنين ونغطي بسرعه عشان تاخد من ريحه الفحم. بس بجد طعمها هيبقى عظمه. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم. يلا كده نغرف طبقنا ونشوف الطبق هيبقى عامل ازاي. دلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رايكم بقى في القمر ده؟ اكله كده ليها تتبيله طعم خاص بجد تحفه جدا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. وتتابعوني دايما على قناتي على اليوتيوب اكله جنان، هتلاقوا بجد كل الوصفات فيها خفيفه وطعمها تحفه جدا. بتمنى ان الوصفات كلها تعجبكم وما تنسونيش ابدا من دعائكم يا رب العالمين في الايام المفترجه اللي احنا فيها دي. يا رب يا رب يا رب كل الوصفات تبقى خفيفه. وتتابعوني دايما على قناتي على اليوتيوب اكله جنان، هتلاقوا فيها كل الوصفات طعمها جنان. ودلوقتي نقول مع بعض كده نتقابل باذن الله في وصفه جديده، وباي باي.